من هاد المنتزهات هو تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، واللي هو كيقتصر على اننا تكون عندنا منتزه داخل كل مقاطعه. اليوم منتزه ديال سباته قيمه اضافه للساكنه، اكيد منتزه اللي غادي يخلي على ان الساكنه تجيلو يوميا، فيه فضاءات جد مهمه وفضاءات ترفيهيه. الغرض طبعا هو اننا نخليو الناس تفاجئ على نفسها وتجيب الوليدات يلعبوا. هناك مدارات رياضيه ايضا مهمه داخل كل المنتزهات. اليوم الهدف هو اننا بالفعل نحققوا المبتغى ديال المنتزه داخل كل مقاطعه. الحمد لله لحد الساعه احنا غاديين مزيان في برنامج العمل. طبعا هذا الشيء عندنا مؤشر داخل مدينه الدار البيضاء، وهو اننا نوصلوا ل5 امتار ديال المساحات الخضراء لكل بيضاوي، واكيد على ان بزياده ديال هذه المنتزهات ان شاء الله في غضون استكمال يعني 2026 27 نكونوا وصلنا لهذا المعدل اللي خصنا نوصلوا له ضروري، لان حفاظا على بيئه مدينه الدار البيضاء خصنا نزيدوا في هذا المؤشر. اليوم عندنا مترو، خصنا نوصلوا 5 ديال الامتار باش نوصلوا له. فهذه المنتزهات بالمواصفات العالميه، واليوم الحمد لله فيه هاد لا فونتين دونسونت اللي غادي يكون اللي غادي تعطي واحد القيمه نوعيه. والاكيد ان كل منتزه كنفتحوه كنحرصوا باش يكون مدار رياضي فيه، لان مهم للشباب ايضا انهم يجيو لهذه المنتزهات. البرنامج ديال المجلس ديال المقاطعات سباته اللي بكل صراحه منذ التولي ديالنا الرئاسه ديال هذا المجلس والدراسه اللي درنا المنطقه، لقينا مع كامل الاسف كتفتقد لابسط الاشياء، وما هذا النوع ديال هذه المنتزهات. الشباب ديالنا كيفتقد للتيرانات، لي تيران دو بروكسيميتي. اذا خدينا على العاتق ديالنا اننا نحلوا على الاقل هذا الاشكال. اشتغلنا منذ الانطلاق ديالنا في البلون داميناجمون، هذا ما كانش يخرج للوجود، وانتم كلكم كتعرفوا بانه كان عباره على واحد السور كلوتيري كيجمع الازبال وكيجمع كل شيء، ما كيتستغلش احسن استغلال. فاشتغلنا عليه في البلون داميناجمون ودرنا حديقه اللي فيها 3 زيكتار وما يزيد على 3 زيكتار. درنا ان تيران سبورتيف وحداها ديال 8000 متر، درنا ان كريش، درنا مسجد ديال 3000 متر، وحلينا هاد الطرقات. هاد الطرقات هي اللي غادي تميز هاد المنتزه، لان غادي تحل العزله على العديد ديال المناطق السالميه واحد والهدى والبستان. اللي كنبغي نتوجه للساكنه سباته بالخصوص كنقول لهم هاد المنتزهات راهم ديالكم، بغيو يعاونونا بحاجه وحده، يعاونونا بالحفاظ عليه. حنا غنعملوا جميع المجهودات باش نحافظوا عليه، لونتروتيان ديالو، السقي ديالو، في كل ما يخص وفيما كيدخل في الاختصاص ديال المقاطعه. فاحنا غنديروا اكثر من ذلك، ولكن كنتمناو انهم هما يساعدونا وما نبغيوهمش يبخلوا علينا بالاراء. فالاراء ديالهم كتهمنا لتجويد العمل ديالنا ديال المقاطعه، وحنا غادي نبقاو داخل المقاطعتين هذه الولايه رهن الاشاره ديال الساكنه وفي الاستماع الدائم لهم.